وبركاته. اليوم هو السبت والتاريخ هو 18 من شهر الله المحرم لعام 45 و400 وألف الهجري، الذي يوافق 5 من شهر غشت أو أغسطس آب لعام 23 و2000. نحن الآن في غابة المعمورة، وهي تتبع سلا الرباط على طريق مكناس. وهذا الشجر اللي معي الآن هو البلوط، والبلوط من الفصيلة الزانية من الزان يعني، وبعضهم يسميه سنديان. والبلوط يؤكل، طعمه لذيذ، لكنه ليس ناضجا الآن، تستخدم سيقانه للتدفئة وكذلك لصنع الأثاث. وأشهر المناطق في المغرب لزراعة أو لإنتاج البلوط وتواجده هو في سلا والرباط، كذلك يوجد في الأطلس. منه أنواع مختلفة، منها البلوط الأخضر والبلوط القرمزي، وللأسف الشديد بدأ يقل هنا في المغرب بسبب الرعي الجائر والاحتطاب الجائر وحرائق الغابات، وكذلك الجفاف الذي عانى منه المغرب سنين عديدة. وأسأل الله عز وجل أنه يمن على عالمنا الإسلامي بمزيد من النعمة والغيث والمطر، ويمن على العالم كله، وأن يهدي الناس الذين يجورون على هذه الثروة الغابية التي تعد رئة متميزة ومتنفسا جيدا لكل المناطق والمدن. على أي حال، البلوط كما ذكرت طعمه لذيذ جدا وذو فوائد صحية الكثير يعرفها. من بين الأشجار اللي تشبه البلوط عندنا في السعودية العرعر مثلا، يشبه البلوط إلى حد كبير فيما يتعلق بالفصيلة. هذا جل ما يمكن أن يقال. طبعا هذه الغابة تعد متنفسا جيدا للمغاربة، ولكن في وقت الربيع، يعني من آخر شهر 10 وانت ماشي حتى شهر يعني 6 5 آخر 5 6. الآن الجو حر جدا ولا يأتي إليها المغاربة، ولكن يذهبون إلى البحر. شكرا والسلام عليكم.